في عالم اليوم سريع الخطى، أصبح الذكاء العاطفي أكثر أهمية من أي وقت مضى. في هذا الفيديو سنستكشف 17 تقنية رواقية قوية يمكن أن تساعدك على تعزيز وعيك العاطفي وقدرتك على الصمود. من فهم مشاعرك إلى ممارسة اليقظة، تقدم هذه الاستراتيجيات الخالدة أدوات عملية للتغلب على تحديات الحياة. انضم إلينا ونحن نتعمق في كل تقنية، ونقدم رؤى جذابة ومفيدة، وتمكنك من تنمية عقلية أكثر هدوءا وتوازنا وسط فوضى الحياة الحديثة. الرواقية هي فلسفة قديمة تأسست في أثينا، وتؤكد على العقلانية وضبط النفس. علم أحد شخصياتها الرئيسية إبيكتيتوس أن ردود أفعالنا تجاه الأحداث، وليس الأحداث نفسها، تشكل تجاربنا. اليوم تظل الرواقية ذات صلة، لأنها تزود الأفراد بالأدوات اللازمة لبناء المرونة الشخصية في مواجهة الشدائد. من خلال تعزيز الذكاء العاطفي، تشجعنا الرواقية على إدارة مشاعرنا بشكل فعال، مما يساعدنا على التغلب على التحديات الحديثة بوضوح وهدوء. التقنية الواحدة، ثنائية السيطرة. ثنائية السيطرة هي تقنية رواقية أساسية تؤكد على التمييز بين ما يمكننا وما لا يمكننا السيطرة عليه. على سبيل المثال، في حين لا يمكننا التحكم في آراء الآخرين أو الأحداث غير المتوقعة، يمكننا التحكم في ردود أفعالنا وخياراتنا. في الحياة اليومية، قد يعني هذا التركيز على استجابتك للنقد بدلاً من النقد نفسه. خذ لحظة للتفكير في مواقفك الخاصة. ما هي الجوانب التي يمكنك التأثير عليها؟ وما الذي يجب أن تتخلى عنه للحفاظ على راحة بالك؟ التقنية الثانية، التصور السلبي. التصور السلبي هو ممارسة رواقية تتضمن تخيل أسوأ السيناريوهات للاستعداد للتحديات المحتملة. من خلال التفكير فيما قد يحدث خطأ، يمكننا أن نقدر ما لدينا بشكل أفضل ونطور استراتيجيات للتعامل مع الشدائد. تعزز هذه التقنية المرونة العاطفية، مما يسمح لنا بمواجهة الصعوبات بعقلية أكثر وضوحا. أشجعك على ممارسة التصور السلبي بانتظام. خذ بضع لحظات كل أسبوع للتفكير في التحديات المحتملة، مما يساعدك على بناء أساس أقوى للتعامل مع عدم اليقين في الحياة. التقنية الثالثة، اليقظة والحضور. اليقظة في سياق الرواقية تشير إلى الحضور الكامل والوعي بأفكارنا ومشاعرنا دون إصدار أحكام. تعمل هذه الممارسة على تعزيز الذكاء العاطفي من خلال السماح لنا بمراقبة عواطفنا بدلاً من الاستجابة بشكل متهور. لتنمية اليقظة في الحياة اليومية، جرب تقنيات مثل التنفس العميق أو التأمل أو التوقف ببساطة للتفكير أثناء الأنشطة اليومية. من خلال تبني اليقظة، يمكننا تحسين تنظيمنا العاطفي، مما يؤدي إلى استجابات أكثر تفكيراً وإحساساً أكبر بالسلام الداخلي. التقنية الرابعة، تدوين المذكرات. تدوين المذكرات ممارسة قوية تعزز التأمل الذاتي والوضوح. من خلال تدوين أفكارنا وعواطفنا، يمكننا فهم تجاربنا الداخلية بشكل أفضل وتحديد الأنماط في سلوكنا. للبدء، ضع في اعتبارك أسئلة مثل: ما التحديات التي واجهتها اليوم؟ أو كيف استجبت للتوتر؟ الاتساق هو المفتاح. حاول تدوين المذكرات بانتظام لتتبع نموك العاطفي واكتساب رؤى أعمق حول ردود أفعالك، مما يعزز في النهاية ذكائك العاطفي وقدرتك على الصمود. التقنية الخامسة، ممارسة الامتنان. تلعب ممارسة الامتنان دوراً حيوياً في تعزيز الذكاء العاطفي من خلال تحويل تركيزنا من السلبية إلى الإيجابية. عندما نعترف بما نقدره في حياتنا، فإننا ننمي عقلية أكثر تفاؤلاً. لدمج الامتنان في روتينك اليومي، حاول الاحتفاظ بمذكرات الامتنان، أو مشاركة 3 أشياء تشعر بالامتنان لها كل يوم، أو التعبير عن التقدير للآخرين. لا تعمل هذه الممارسة على تعزيز مزاجك فحسب، بل تعزز أيضاً علاقات أقوى، مما يؤدي إلى مرونة عاطفية أكبر ورفاهية عامة. التقنية السادسة، قبول القدر. إن مفهوم قبول القدر أو أمور فاتي الذي يتبناه علماء النفس الرواقيون يشجعنا على تقبل الحياة كما تتكشف أمامنا، مما يؤدي إلى الحرية العاطفية والمرونة. ومن خلال قبول الظروف التي لا نستطيع التحكم فيها، يمكننا الحد من الإحباط والقلق. على سبيل المثال، عندما نواجه فقدان وظيفة أو تغييراً في علاقة، فإن القبول يسمح لنا بالتركيز على ما يمكننا تعلمه وكيف يمكننا النمو. أشجعك على ممارسة القبول في حياتك وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية الشخصية والسلام. التقنية السابعة، الانفصال العاطفي. الانفصال العاطفي هو ممارسة فصل عواطفنا عن الأحداث الخارجية، مما يسمح لنا بإدارة ردود أفعالنا
بشكل أكثر فعالية. تساعد هذه التقنية على منع المشاعر الساحقة من إفساد حكمنا وتعزيز منظور أكثر وضوحا. من الضروري إيجاد توازن بين التعاطف والانفصال. يمكننا رعاية الآخرين مع الحفاظ على استقرارنا العاطفي. أشجعك على ممارسة الانفصال العاطفي في المواقف الصعبة، مما يتيح لك الاستجابة بشكل مدروس بدلا من رد الفعل بشكل متهور، مما يعزز في النهاية ذكائك العاطفي. التقنية الثامنة: الانضباط الذاتي، هو القدرة على التحكم في دوافعنا واتخاذ خيارات تتماشى مع قيمنا، ويلعب دورا حاسما في الفلسفة الرواقية. إنه يمكننا من التصرف بشكل مدروس بدلا من رد الفعل العاطفي. لتطوير الانضباط الذاتي في الحياة اليومية، حدد أهدافا واضحة، وأسس روتينا، ومارس الإشباع المؤجل. من خلال تنمية الانضباط الذاتي فإننا نعزز استقرارنا العاطفي، مما يسمح لنا بالتغلب على التحديات بهدوء ومرونة. يعتنق الانضباط الذاتي كمهارة أساسية لتحسين ذكائك العاطفي ورفاهتك العامة. التقنية التاسعة: تبني منظور. يعد تبني المنظور ممارسة النظر إلى المواقف من وجهات نظر مختلفة، مما يعزز بشكل كبير تعاطفنا وفهمنا للآخرين. على سبيل المثال، في حل النزاعات يمكن أن يؤدي مراعاة مشاعر ودوافع الشخص الآخر إلى محادثات وحلول أكثر بناء. لا تعزز هذه التقنية العلاقات الأفضل فحسب، بل تساعدنا أيضا في إدارة استجاباتنا العاطفية. أشجعك على ممارسة تبني المنظور في تفاعلاتك اليومية، حيث يمكن أن يعمق اتصالاتك ويحسن ذكائك العاطفي في المواقف الصعبة. التقنية العاشرة: البحث عن الحكمة. إن البحث عن الحكمة ممارسة أساسية في الفلسفة الرواقية، تؤكد على أهمية البحث عن المعرفة والفهم للتغلب على تعقيدات الحياة. ومن خلال التعلم المستمر يمكننا اتخاذ قرارات مستنيرة وتنمية الذكاء العاطفي. وللاستكشاف أكثر للفلسفة الرواقية، فكر في قراءة نصوص كلاسيكية مثل التأملات لماركوس أوريليوس أو إنكريديون لإبيكتيتوس. أشجعك على الالتزام بالتعلم والنمو مدى الحياة، لأن هذا التفاني لا يثري حياتك فحسب، بل يعزز أيضا قدرتك على الاستجابة بشكل مدروس للتحديات. التقنية الحادية عشرة: المجتمع والعلاقات. في الفلسفة الرواقية يلعب المجتمع دورا حيويا في رفاهيتنا العاطفية ونمونا. إن بناء العلاقات الداعمة يعزز الشعور بالانتماء، ويشجعنا على مشاركة الخبرات والحكمة. لتنمية الروابط ذات المغزى، شارك في الاستماع النشط وأظهر التقدير، وشارك في الأنشطة الجماعية التي تتوافق مع قيمك. لا يوفر المجتمع القوي الدعم العاطفي خلال الأوقات الصعبة فحسب، بل يعزز أيضا مرونتنا، مما يثري حياتنا في النهاية ويعمق ذكاءنا العاطفي. التقنية 12: التعاطف واللطف. التعاطف هو حجر الزاوية للذكاء العاطفي، لأنه يعزز الروابط العاطفية العميقة مع الآخرين. من خلال ممارسة اللطف لا نرفع من شأن من حولنا فحسب، بل ونعزز أيضا رفاهيتنا العاطفية. يمكن أن تحدث أفعال التعاطف البسيطة مثل تقديم أذن صاغية أو التطوع أو التعبير عن الامتنان تأثيرا كبيرا. أشجعك على دمج اللطف في حياتك اليومية، سواء من خلال الإيماءات الصغيرة أو الكلمات المدروسة، لأن هذه الأفعال يمكن أن تعزز العلاقات وتخلق مجتمعا أكثر دعما. التقنية الثالثة عشر: التأمل في الموت. إن ممارسة التأمل في الموت تشجعنا على التأمل في عدم ثبات الحياة، مما يعزز تقديرنا لكل لحظة. ومن خلال الاعتراف بأن وقتنا محدود، يمكننا إعطاء الأولوية لما هو مهم حقا، والعيش بشكل أكثر عمدا. ولدمج هذا التأمل في حياتك اليومية، فكر في تخصيص وقت للتأمل أو تدوين مذكرات حول قيمك وأهدافك. أشجعك على تبني هذه الممارسة، لأنها يمكن أن تلهمك للعيش بهدف والاستفادة القصوى من كل يوم. التقنية الرابعة عشر: تقنيات تنظيم العواطف. إن تقنيات تنظيم العواطف ضرورية لإدارة مشاعرنا بشكل فعال. يمكن أن تساعد طرق مثل التنفس العميق في تهدئة القلق أثناء المواقف العصيبة، بينما تسمح لنا إعادة التوطير المعرفي بتغيير منظورنا للتحديات. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالإرهاق في العمل، خذ لحظة للتنفس بعمق وإعادة صياغة الموقف كفرصة للنمو. أشجعك على ممارسة هذه التقنيات بانتظام، لأنها يمكن أن تمكنك من الاستجابة للعواطف بشكل مدروس والحفاظ على عقلية متوازنة. التقنية الخامسة عشرة: وضع الحدود. إن وضع الحدود العاطفية أمر بالغ الأهمية لحماية صحتنا والحفاظ على علاقات صحية. تساعدنا الحدود في تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول،
مما يسمح لنا بإعطاء الأولوية لصحتنا العاطفية، لوضع الحدود، تواصل بوضوح مع الآخرين بشأن احتياجاتك وحدودك، وتدرب على قول لا عند الضرورة. أشجعك على احترام حدودك وحدود الآخرين، حيث يعزز هذا التفاهم المتبادل الثقة، ويخلق بيئة داعمة للنمو العاطفي والمرونة. التقنية 16، احتضان التغيير. يؤكد المنظور الرواقي أن التغيير جزء لا مفر منه من الحياة، وأن احتضانه يمكن أن يؤدي إلى نمو شخصي كبير. من خلال قبول التغيير نفتح أنفسنا لتجارب وفرص جديدة للتعلم. على سبيل المثال، قد يبدو التكيف مع وظيفة جديدة أو الانتقال إلى مدينة مختلفة أمرا شاقا في البداية، لكن هذه التحولات غالبا ما تؤدي إلى رؤى واتصالات قيمة. أشجعك على النظر إلى التغيير كفرصة للنمو، مما يسمح له بتشكيلك كفرد أكثر مرونة. التقنية 17، التحسين المستمر. يعد التحسين المستمر للذات مبدأ أساسيا في الرواقية، ويؤكد على أهمية السعي لتحقيق النمو والتطور الشخصي طوال حياتنا. من خلال تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق يمكننا إنشاء خريطة طريق لتقدمنا. يمكن أن تعزز الاستراتيجيات مثل تقسيم الأهداف إلى خطوات أصغر، والسعي للحصول على ردود الفعل، والتأمل في تجاربنا رحلتنا. أشجعك على الالتزام بالتحسين مدى الحياة، لأن هذا التفاني لا يثري حياتك فحسب، بل يعزز أيضا ذكائك العاطفي وقدرتك على الصمود. في هذا الفيديو استكشفنا 17 تقنية استويكية تعمل على تعزيز الذكاء العاطفي، من ثنائية التحكم إلى التحسين المستمر. يمكن أن يؤدي تطبيق هذه الممارسات إلى تحسين مرونتك العاطفية ورفاهتك بشكل كبير. أشجعك على اتخاذ خطوات عملية في حياتك الخاصة، ودمج هذه التقنيات في روتينك اليومي. إذا وجدت هذا المحتوى قيما، فيرجى الاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو لمساعدة الآخرين في رحلتهم نحو الذكاء العاطفي والنمو الشخصي. شكرا لك على المشاهدة.